لم يكن هناك أحد يتوقع أن يكون الحمار هو البطل الأول والوحيد في المغرب بعد كارثة الزلزال. نعم، لقد كان الحمار بطلا حقيقيا في هذا الزلزال المدمر. حينما فشلت الحكومة والمسؤولين في تقديم المساعدة الفورية للمنكوبين، خرج الحمار من استقراره البسيط في الريف وتوجه نحو منطقة الكارثة دون تردد، على عكس السياسيين الذين قضوا وقتا طويلا في اجتماعات لتحديد الإجراءات المناسبة والتأخير في اتخاذ القرارات. لم يتردد الحمار في الاندفاع لإنقاذ الناس، استخدم ذكاءه البسيط لنقل الضحايا بعيدا عن مناطق الضرر. وفيما كان الساسة يلقون باللوم على الزلازل ويبحثون عن من يلومون، كان الحمار يعمل بجد وبلا كلل، اجتهد في تقديم المساعدة للمحتاجين. ليس هذا فقط، فقد قام الحمار بتقديم قرارات أكثر صدقا وفعالية